يا هلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا من بعد اللي شفناه. طبعا التقرير اللي قدمه اخوي يوسف تقرير جميل، اكيد يعطيهم الف عافيه كل الفنانين اللي شاركوا فيه. طبعا بنستمر معاكم، والحين انضم لي يوسف انه بعد مذيع معاي وبيسال الضيوف اكيد اسئله. شد حيلك يا يوسف ان شاء الله. اختبار ها اختبار اذاعه تقريبا. طيب بينضمون لنا فريق عدسه الامارات اللي يتكون من الاستاذ سالم الكعبي، مرحبا بك. مرحبا بك. ومعنا طبعا هو مدير عام فريق عدسه الامارات، وايضا الاخت عايشه محمد. يا مرحبا فيك يا عايشه، المنسق العام في فريق عدسه الامارات. حياكم الله معنا، مرحبا وسهلا، منورينا في الاستديو. طبعا مشاهدينا في البدايه هم حطوا عنوان او حطينا عنوان لفقرتنا هذه اللي هو عنوان وايد حلو، ان دبي ملكه الجمال الضوئي. فبندردش اكثر مع ضيوفنا وعن هالعنوان بالذات. بخصوص العنوان، طبعا سألوني الجماعه عن دبي، كيف تنظر الى دبي؟ ايوه. النظره الى دبي كنظره مصور فوتوغرافي، انه دبي هي ملكه الجمال الضوئي من جميع النواحي. صحيح. لو حبينا انه نصور مدينه حضاريه معماريه من الطراز الاول، فهي بالغالب راح تكون دبي. مثل ما نقول دائما ما في منافس، ففي كل زاويه، في كل ركن، في كل بنايه، في كل مكان، في كل اطلاله في دبي تجدين صوره ضوئيه تقول للمصور تعال التقطني. صحيح. بكل الاختصار يعني. صحيح. طبعا سمعت ان عندكم كانت فكره مشروع، انا ما اعرف، انت بتخبرني عنها اكثر، لكن توقفت الفكره ليش؟ الفكره والله احنا سعينا فيها وطرحناها في كذا مكان وكذا جهه، لكن ما وجدت من يدعمها. اتوقع ان شاء الله تجد من يدعمها، اللي هي ان تتحول دبي الى موقع، تتحول دبي الى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ان دبي تتحول الى معرض تصوير فوتوغرافي في كل النواحي. نستخدم المولات، نستخدم الفنادق، نستخدم كل الجهات ان نعرض فيها صور للفنانين. ويسبق هذه مسابقه فوتوغرافيه بسيطه. لما تستقطبين المصورين العالميين راح تستقطبين المصورين الصغار كذلك. صحيح. فبالطريقه هذه راح نقدر نوصل الجمال الموجود في دبي بشكل اكبر، لانه في زوايا كثيره ما حد اكتشفها، في جماليات كبيره ما حد اكتشفها، في اشياء جديده في دبي ما حد الى الان استطاع ان يكتشفها. صحيح. يعني نقدر نقول ان انت عندك طموحات كبيره انك توصل عدسه مثل ما نقول عدسه المصورين في دبي الى العالم كله. شوف، خلنا اني بطريقه اخرى. خلنا نقول اريد اوصل عدسه الامارات عن طريق دبي. لانه دبي هي الموطن المثالي او المكان المثالي في اني اقدم اجمل صوره. خصوصا الحين حتى في يعني نفس ذيك المره يتكلمون، يقول لك اذا بتزور العالم كله تقدر تزوره في دبي. يعني تقدر تروح القريه تدش باي دوله وتطلع، تقدر تروح في الاماكن الحضاريه القديمه، تقدر تروح الاماكن الحضاريه الجديده. بالفعل يعني دبي، احنا حتى تكلمنا مع الاخوان انه دبي انت شو تريد تصور؟ اذا حبيت انك تصور تراث عندك التراث موجود، اذا حبيت انك تصور معماري المعماري موجود، اذا حبيت انك تصور صحراء الصحراء موجوده، اذا حبيت انك تصور خضار الخضار موجود. دبي تجمع كل شيء فيها، وخصوصا على اطيافها وعلى مراحل الوقت. وفي نقطه ثانيه في دبي ما تجدها في الاماكن الاخرى. اللي تجده في دبي انك لما تصور صوره في دبي في بعض الاماكن، اذا صورت انا صوره اليوم ما راح استطيع اني التقط الصوره هذه الا بعد سنه، لانه احيانا ما تكرر. صحيح. يعني مثلا احيانا تصور صوره شروق لدبي من البحر، ممكن انك تصادف السحاب لما يكون موجود وتطلع عليه الشمس اثناء يعني الشروق. كلامك، هل انت تصبر الفتره هذه كلها لحد ما تاخذ الصوره اللي انت تبيها؟ نعم، يعطيك وبدراسه. العافيه. هذه كلها وين تجدها في دبي. ودبي فيها صور يعني الى الان فيها اماكن ما اكتشفت، وفيها مشاريع بامكانه ان الواحد يقدمها في دبي ويوصل فيها للعالميه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، الله يوفقكم. باذن الله. الله يوفقكم. بس شوقتونا ان نشوف بعض من الصور، اذا اختي عايشه بتعلقين عليها. ما اعرف هي صور منو بالضبط منكم انتم يعني مع بعض، يا ريت لو تعلقون عليها هي نشوفها مش على كل الشاشه. الصور، يعني في صور لاعضاء الفريق. أيوة. في صور للاستاذ سالم. اها. ففي نتائج حلوه الحمد لله، نحن راضين يعني طلعنا بقوه والحمد لله، بدايه ناجحه. هذا شيء حلو بالعكس. نشوفها طبعا على الشاشه بعد اخوي يوسف، يعني الصراحه صور روعه.
طبعا هذه صورة عنكبوت. هذه صورة علم الإمارات في العين. هذه ماكرو. هذه ماكرو. هذه الإخوان في الباراشوت. طبعا علم الإمارات هذا موجود. طبعا الشايب موجود، يعني كل الفئات. قلنا لكم المصور يقدر يصور أي شيء. طبعا من مسجد الشيخ زايد رحمة الله عليه. الله يرحمه ورحمة الله. الصورة في صورة اللي هي هذه الصورة من الحمراء، هذه صورة ليلية. نعم. بنتكلم عن الصور الليلية، بس أنا حابة أعرف مثلا هل يعني كم نسبة مثلا أنكم تدخلون الفوتوشوب في الصورة؟ بالنسبة لي أنا كمصور ما أجيد الفوتوشوب. يعني أجيده بنسبة ضئيلة جدا. فلو دخلت في عالم الفوتوشوب دمرت ابو الصوره. بضيع. صح. يعني انهي الصوره. يعني يحطون صوره غير. ايوه، لكن كل الصور اللي تشوفيها هني ان شاء الله انها بدون اي فوتوشوب. كل الصور. هذه طبعا صوره خليل اهلي، اكبر مصور موجود عندنا في الفريق. عمره 53 سنه. ما يقرا، ما يكتب، لكن هوايه ولله الحمد وصل وبقوه. وهذه الصور لسلم السويدي ايضا كذلك ما شاء الله عليه. يعني في معنا مجموعه قويه ولله الحمد. أكيد. ما شاء الله عليكم. أنا أبغى تخبرونا أكثر يعني عنكم كفريق عمل، إذا بتخبرينا أختي عائشة. والحمد لله أول شيء يعني بدينا في الفريق في المنتدى، بعدين توسعنا، أسسنا الفريق، طلعنا رحلات، والحمد لله احنا جالسين نطرح دورات في المدارس، في التقنية. في التقنية إن شاء الله قريب في نهاية شهر 2 بنطرح أول دورة في راس الخيمة باسم الفريق إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله يعني نتمنى يعني نتوسع في الإمارات بكبرها. يعني عندنا هل واجهتكم صعوبات وأنتم قاعد في أثناء تصويركم أو في أثناء مسيرتكم في التصوير؟ والله هل واجهتكم صعوبات يعني بسيطة وتعديتوها؟ يبغى صبر. يعني كل صورة مثلا إذا تعلمت هالشيء من الأستاذ سالم، يعني لازم إذا أصور هالشيء يبالي طولة بال، أرجع أصور الصورة مليون مرة عشان أطلع بالنتيجة اللي أبغاها. أستاذ سالم، أنا شفت من ساعة صورة الطير اللي يوكل عياله، كم يوم قعدتوا عشان تصورونها؟ هذه المصورة سلمى السويدي. أتوقع أنها فترة طويلة. طبعا سلمى السويدي لأنه مو بالسهل أبدا، وخصوصا أنه يعني أخذنا سلمى ظروفها شوي صعبة، يعني ظروفها الصحية شوي صعبة، فهي من المكافحات في مجال التصوير الفوتوغرافي حقيقة. ونوجه لها تحية طبعا كبيرة من هني. نوجه لها تحية. الصورة هذه دائما أنت لما تريد تصور نفس الصورة هذه، صورة الطير اللي يوكل عياله، وصورة الطير اللي يرف بجنحانه ويشوف صنبور الماء. أيوة. هذه الصور من الصور اللي تحتاج إلى صبر كبير. يعني مثلا أنك تحط كرسي وتحط لك خيمة اختباء وتقعد وتحط لك دلة شاي ودلة قهوة، وإذا طبعا وصلنا إلى تقنية الآيباد. آيباد ولا بلاي ستيشن ضيع الوقت. فتنتظر انتظار كبير. هذه انتظارها 7 أيام. 7 أيام متواصلة أسبوع. كل يوم تقريبا لمدة 7 ساعات أو 8 ساعات. ما شاء الله عليكم. طبعا أنا بقطع حديثكم، تسمحوا لي بس أن نروح الفاصل ونكمل حديثنا إن شاء الله مع ضيوفنا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم الحين ومتواصلين مع أخوي سالم الكعبي والأخت عائشة محمد في أروع مجال احنا حبيناه وكل الناس تحبه، هو مجال التصوير. أكيد. أنت تحبه يوسف؟ أنا وايد أحب مجال التصوير بصراحة، وايد أحبه. شو من الصور مثلا اللي قمت بتصويرها؟ وايد أنا يعني أنا أحب دائما لما أكون في الطيارة أصور. أجمل وضعية. إي أشوف الغيوم من فوق وأصور، أحب. أصعب وضعية. حلو. بس إذا صادوني بالطيارة أخذ الكاميرا. طيب عندي سؤال لكم يعني عن التصوير في البر. ما شاء الله احنا عندنا البر يمكن من الأشياء الجميلة بعد عندنا في البلاد، فشو اللي يمكن الصور اللي تطلع معاكم يعني صور جميلة تحبون تصورون في البر؟ حاليا نحن نفكر في رحلة نطلع، لأن عندنا مسابقة الدورة السابعة في بيئتنا بعد عدسة الكاميرا. أيوة. فالمجالات اللي تتخصص فيها المسابقة أن تصوير الطيور، يعني الحياة في البر والزهور. حلو. فياسين الحين ندور مكان يعني يناسب أن نسوي فيها رحلة خارجية وإن شاء الله خير يعني. بس المجال وايد حلو صراحة، يعني في زهور في البر، أو يعني في نباتات الواحد يقدر يصورها. نحن نستهين في البر نقول شو هالنبتة هاي ما حد يشوفها، بس صدق والله أنا يوم طلعت طالع يعني في أشياء عجيبة، يعني حتى الحنظل اللي نحن نقول شو هذا صراحة طلعت صور حلوة فيها. أكيد. طيب عندك سؤال لهم؟ أنا والله بسألك، إذا أنت الحين مثلا تبي تصور تصوير ليلي، شنو الاحتياطات اللي تاخذها وانت بتطلع تصوير، سواء كان تصوير في البار او تصوير في
جبل، وادي، مكان انت مختاره معين؟ اكيد فيها مخاطر شويه. انا اصور بجنون. انا اصور بجنون يعني مخرب الدنيا. مخرب الدنيا يعني الدق في راسي اني اصور في البر، ركبت السياره وطلعت البر لدرجه اني اغلب الاحيان اني اتصل بالجماعه يجوني يطلعوني من البر لاني اغرس. الله يعينكم. طبعا انا حابه اشكركم، يعني ما شاء الله عليكم نورتونا في الاستوديو ما قصرتوا، ويوسف زميلي ما قصر. اشكركم وايد، يعطيكم الف عافيه. جزاكم الله خير، وان شاء الله تلاقون الدعم القوي اللي يدعم هالشغل الحلو هذا. واحنا بنقدم لكم باسم عدسه الامارات لسمة دبي للدعم الدرع هذا طبعا. فهديه لسمة دبي منا. مشكور. هديه متواضعه وان شاء الله القادم عايشه بالتوفيق ان شاء الله. ويوسف نجحت في خلاص يعني اوكي ناجح خلاص يعني البرنامج الجاي ان شاء الله. يعطيكم العافيه. شكرا لك يوسف. اذا حاب تقول شيء لمعجبينك. اول شيء اقول مشكورين على التواصل الحلو، وسامحوني اذا انا كنت ثقيل عليكم، وان شاء الله اكون ما قصرت في الاغاني، وان شاء الله الجاي راح يعجبكم اكثر ان شاء الله. اكيد. يعطيك العافيه وشكرا لكم ضيوفنا وكل طاقم عمل برنامج يوميات. نشوفكم ان شاء الله على خير يوم الاحد. انتظرونا ومع السلامه. مع السلامه.